بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما انتم شايفين يا جماعة كده، أنا واقف في وسط القبور، واقف في وسط الأموات زي ما بيقولوا. والقبور اللي ورايا ديت يا إما روضة من رياض الجنة، يا إما حفرة من حفر النار. فأنا دلوقتي كنت عايز أتكلم عن بعض الآيات في سورة المؤمنون. والآيات دي يا جماعة لو قريتها وتدبرتها وعملت بيها تغير حياتك كلها. أول آية هبدأ بيها ربنا بيقول إيه، ودي في آخر السورة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وبص على كلمة جاء ديت، والله يا جماعة أنا بقرأ الآية ديت بقول حتى إذا جاء. يا ترى أنا بقعد أقول يا ترى الموت هيجي وأنا بعمل إيه؟ حتى إذا جاء، يا ترى هيجي الموت وأنت بتتفرج على موقع إباحية؟ يا ترى هيجي الموت وأنت بتكلم بنت في الحرام؟ يا ترى هيجي الموت وأنت مش لابسة الحجاب اللي يرضي ربنا؟ يا ترى هيجي الموت وأنت بتكلمي ولد في الحرام؟ يا ترى هيجيلك الموت وانت بتعمل ايه؟ يا ترى هيجيلك الموت وانت بتصلي؟ يا ترى هيجيلك الموت وانت بتقرأ القرآن؟ يا ترى هيجي على ايه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني بس أعمل صالحا. يا رب رجعني والله ما هسيب فرض تاني. يا رب رجعني مش هأخر الصلاة عن ميعادها. يا رب رجعني وهصلي الفرض صلاة الفجر، الناس اللي نايمة على صلاة الفجر. يا رب رجعني مش هفوت صلاة الفجر تاني. يا رب رجعني هلبس الحجاب الشرعي. يا رب رجعني ومش هحط مكياج تاني. يا رب رجعني ومش هعوق ابويا وامي تاني. يا رب رجعني وهعمل كل الصالحات، بس رجعني تاني. بس خلاص مش هيرجع. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. بص بقى ربنا ايه: كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يعني دي كلمة انت هتقولها بس مش هينفع ترجع تاني. خلاص انت نزلت القبور، في البرزخ حياة تانية خالص. بعدت وانفصلت عن الدنيا. الناس اللي ورايا دوت يا جماعة انفصلوا عن الدنيا، هم في عالم تاني خالص. احنا عايشين في حياة وهم دلوقتي في حياة تانية خالص بيتحاسبوا. بس خلي بالك، انا اول ما جيت المكان دوت انا قعدت اقول ايه: انا في يوم من الايام هكون معاهم، وانتي في يوم من الايام هتكوني معاهم، وانت كمان في يوم من الايام هتكون معاهم. طيب بقى كده ربنا بيقول ايه: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فاذا نفخ في الصور، اللي موكل بانه ينفخ في الصور سيدنا اسرافيل. والصور ده ايه؟ حاجه زي البوق كده، هو ماسكها ومستني بس ان ربنا يأذن ان هو يأمره فينفخ في الصور. واول لما ينفخ اللي هيحصل، كل ده هيبعث. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الانساب يعني ايه؟ اللي يقول لك انا عمي اللواء فلان وخالي العقيد فلان وانا مش عارف خالي السفير فلان والوزير فلان، خلاص فلا انساب بينهم. مفيش، كله سواسيه. كله طلع من القبور عريان، كله عرايا. ستنا عائشه بتقول للنبي: كيف رسول الله والكل ينظر الى بعض؟ يعني كلنا هنبص على بعض واحنا عريانين؟ فالنبي قال لها ايه: الامر اكبر من ذلك يا عائشه. الامر اكبر من كده، اكبر من انك انت تبص على واحده من الاهوال من القيامه. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين ايه؟ خسروا انفسهم في جهنم خالدون. يوم القيامه في ميزان، تقف كده وتبص عليه، كفه يمين وكفه ايه؟ شمال. اليمين بتاعت حسناتك والشمال بتاعت سيئاتك. لو طبت ميزان حسناتك انت من اهل الجنه، ولو طبت ميزان سيئاتك فانت من اهل النار. اعمل في الدنيا، ما تقعدش تقول ما هي بايظه بايظه. لو انت يا اخي اعمل اي حسنه، اقرا قران الحرف ب10 حسنات. ما تحقرش اي طاعه، ما تحقرش اي ثواب. ولا تحقرن من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: ولا تحقرن من المعروف شيئا. ما تحقرش حاجه. انت محتاج كل حسنه اصلا يوم القيامه. انت يوم القيامه وانت بتبص على الميزان دوت قلبك هيكون هنا. هتكون خايف جدا، بتقول يا رب، يا رب ميزان حسناتي يتقل، يا رب يتقل. منظر رهيب. انت مش متخيل، انت بتقول يا رب الميزان يتقل عشان اخش الجنه، لان لك ما تقلش هتخش النار، انت من اهل النار. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. انت خسرت نفسك عشان ما قطعتش ربنا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح يعني ايه؟ يعني تحرق، يعني وشك هيتحرق بالنار عشان كنتش بتسجد لربنا وما كنتش بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده اسمع بقى الرد الرهيب. ربنا يقول ايه:
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ما انت كانت آيات ربنا بتنزل عليك، وكان الشيخ الفلاني بيجي لك في التلفزيون وانت مش عايز تسمعه، وانت كانت صاحبتك بتديكي شريط وانت مش عايز تسمعيه، وانت كان بيجي لك واحد صاحبك ويكلمك عن ربنا وتتريق عليه، وتتريق من الملتحين، وتتريق من اللي جاي يتكلم عن ربنا، وتتريق من البنت المنتقبه ومن البنت اللي هي متدينه. ما كانت جت تكلمك عن ربنا وبتذكرك بربنا، بس انت ما وفقتيش، وانت اللي اعرضتي، وانت كمان اعرضت عن ربنا. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. بص بقى الرد هم هيقولوا ايه. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يا رب احنا غلبتنا شهوتنا، يا رب احنا ما عرفناش نوقف عن المواقع الاباحيه والنظر الحرام، ما عرفناش نبطل سجاير. هي ديت. لما ربنا هيقول لهم كده هم هيردوا يقولوا كده، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. انا مش عاوزك تقول الكلمه دي مليانه، يا رب فعلا ما نقولهاش. اعمل في الدنيا عشان الكلمه دي ما تقولهاش في الاخره. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وبعد لما يقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا اللي هي شهواتنا، بيقولوا ايه؟ ربنا اخرجنا منها اللي هي النار، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يا رب خرجنا منها، بس احنا ظلمنا انفسنا، بس خلاص بعد ايه؟ انتهت القصه، انتهت. جيت هي تقول دلوقتي ما انت كنت عندك الدنيا كنت تشتغل وتقرب من ربنا، بس انت اللي اخترت الشهوات. اسمع بقى اصعب رد ممكن تسمعه في حياتك كله. ربنا بيقول ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتوا هتفضلوا فيها ومش هتتكلموا، مش عايزكم تتكلموا خالص. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. احنا مش عاوزين نسمع الكلمه ديت يا جماعه، وعشان ما نسمعهاش محتاج انك تقرب من ربنا، انك تطيعه وتاخد خطوات انك تقرب من ربنا. وبعد لما ربنا يقول لهم ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ربنا يقول لهم ايه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. عشان كان في فريق او طائفة او مجموعة من الناس كانوا بيقولوا ايه؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. يا ترى انت بتقولها في صلاتك؟ يا ترى وانت بتقيم الليل بتطلب من ربنا كده؟ يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني. كنت بتطلبها ديت؟ اطلبها من ربنا ديت. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، عشان تكون من الفريق دوت. فربنا يقول ايه بقى؟ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الناس اللي بتتريق على الملتحين، والناس اللي بتتريق على البنات المنتقبه، وبيتريقوا على الناس المتدينين ويقولوا انتوا هترجعونا لايام زمان، هي دي. فاتخذتموهم سخريا. ما تسخرش من حد يا اخي، ما تسخرش. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فربنا يقول ايه؟ اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. وحط كلمة 100 خط على كلمة صبروا دي، وحط 100 خط على كلمة فائزون. أنا الكلمة دي بوجهها للناس المتدينة. اصبر على طاعة ربنا، الفتن كتيرة أنا عارف، بس أنا عايزك تظبط على طاعة ربنا، اصبر على طاعته عشان تكون من الفائزين يا أخي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. واللي ما صبرش مش هيفوز. ربنا بقى كده يقول لهم إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني انتوا قعدتوا في الدنيا. بصوا بقى بيردوا يقولوا ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. يعني احنا لبثنا يوم او بعض يوم، احنا ما قعدناش غير يوم او بعض يوم. الدنيا اللي احنا عايشينها بشهواتها والمغنيين والممثلين والشهوات والفسح كل دوت ايه؟ يوما او بعض يوم. اوعى تختار الدنيا. ربنا بيقول في القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مفيش فاصل بينهم. يا تختار دنيا يا تختار آخرة، فخليك من أهل الآخرة. بعد كده ربنا يقول لهم ايه؟ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ده انتوا كنتوا قاعدين مدة قصيرة قوي، اخترتوا حاجة صغيرة قوي، اخترتوا انك تعيشوا يوم وسبتوا الآخرة. بعد كده ربنا يختم الآية يقول ايه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني انتوا فاكرين انتوا جيتوا الدنيا عشان تتفسحوا وتهرجوا ونسيتوا ان في آخرة؟ يا جماعة احنا ما جيناش الدنيا علشان نكبر دماغنا زي ما يقولوا، احنا جينا الدنيا عشان نعبد ربنا ونعرف ربنا ونقرب منه. خد خطوات بانك تقرب من ربنا. عليك بالقرآن وحفظ القرآن، عليك بانك تحضر دروس، عليك انك تلبس الحجاب الشرعي، عليك انك تقرب من الصحبة الصالحة اللي ياخدوا بايدك، عليك انك تتعب لربنا.
وتترك اي حاجه يا اخي. الشهوات والشبهات ديت لازم تقطعها عشان تقرب من ربنا. اعزم. انا كنت عامل فيديو ب5 خطوات لو عملتهم تقرب من ربنا، خش شوفه هتقرب من ربنا. بس خد خطوات انك تقرب من ربنا. انا عايز اوريك شكل القبر عشان تبقى عارف انت هتدفن فين. هو ده المكان، ده بيتك فعلا، ده بيتك الحقيقي. عايزك تبص عليه. اسال الله يتقبل مني، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.